مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج صواني خليجية أقدمها لكم يوميا هنا البيت. أقدم لكم طبق خفيف شهي لذيذ وسريع التحضير ومقاديره كلها في البيت. اليوم اخترت لكم من ضمن الأطباق الجانبية طبق بعنوان كلاوي بالكاتشب أو كلاوي بالصلصة الحمراء. هذا الطبق الصراحة يصلح حق الموظفات لأنه سريع التحضير، وممكن حتى تحضرينه قبل بيوم وتيجي جاهز، أو حتى وانت جاية تعبانة من العمل مجرد انه بس حنسة بسيطة وتقدمينها حق الغداء أو العشاء. بستعرض معاكم المقادير. عندي هني 5 كلية أنا مقطعتها شرايح طولية. عندي 1 بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرايح طولية رقيقة أو مستديرة. عندي 1 طماطم متوسط الحجم مقطع مكعبات صغيرة. عندي 4 ملاعق طعام كزبرة خضراء مفرومة. عندي ملعقة شاي ملح، ملعقة شاي زر مخلوط، نصف ملعقة شاي مسحوق الكمون، و2 ملعقة طعام صلصة الطماطم اللي هي الكاتشب اللي بتعطيها طعم ولذة وكثافة بعد في الطبق. مثل ما بتبي أي طبق عندي بفتح النار. بحتاج هني مقلاتين، مقلاة مو بعادية شواية مجرد ان بقلب فيها تقليبة بسيطة الكلية تعطيني طعم حلو طعم الشواء، ومقلاة هني بسيط فيها الحمسة العادية حمسة البصل اللي الحين بوريكم اياها. هني عندي مجرد، وهني بعد نفس الشيء. هني عندي احط الكلية تتشوح شيء بسيط، ما ابي انا اخليها مدة طويلة على اساس انه بس تاخذ طعم الشواء، وبعدين على طول راح بضيفها على الحمسة. يعني عندي انا هني زيت نباتي عادي، دائما استخدم زيت الكانولا لانه مثل ما قلت سابقا صحي غير مشبع بالدهون واحادي ينصح فيه الاطباء. انا اخوي استشاري الصراحة ودائما ينصحني ان استخدم به الزيت اصحي حق اولادي. بنتظر بمجرد بس ما يسخن الزيت عندي هني بقلب فيه البصل. وهني ببتدي شوي اشوح كلاوي عندي. طبعا هاي المقلاة مثل ما قلت انا مو مقلاة عادية فيها خطوط، هي مقلاة مشوى، ويعني حتى لو عندك ستيك او ربيان تبي تشوينه او فيليه ممكن تخدمك هذه المقلاة وتعطيك الطعم الصحي اللي مو مشبع بالدهون، وتعطيك بعد طعم شوى حلو. يعني سوى لي زيت سخن، بضيف عندي هنا بصلة وبحمرها تحمير وسط، ما بتحمير غامق. في الأثناء أنا بضيف عندي نص ملعقة شاي مثل ما ذكرت مسحوق الكمون، طحنته عندي هنا طازج، وبضيف ملعقة شاي زر مخلوط مع طحنته في البيت. ويفرق صدقوني لما تكون بهاراتك انت مسويتها في البيت وايد عزيزتي المشاهدة يفرق في الطعم. كذلك بضيف ملعقة شاي ملح. هني قصدي انا ليش ضفت البهارات الحين؟ على اساس انه تعطيني طعم مع البصل طعم القلاوي، كأني انا قليت البهارات. بدأت النار تسخن عندي هني، لما سمعت الصوت بدأت المقلاة والزيت يسخن عندي. بقلب تقليبة خفيفة كذي. هذا الطبق لذيذ وسريع التحضير، وبالفعل يعني يتقدم سريع. يعني مثل ما تسوي اي حمسة عندك عادية في البيت، لو جيتي من الوظيفة تعبانة، لو انت ربة بيت ما عندك وقت يومك مسحوم ومشغولة طول اليوم، بتحضرينها في يعني اقل من ربع ساعة وبتقدمينها. انا احب اصبر دائما على البصل واعطي حقه واعطي وقته، بس مجرد انها تغير عندي على طول ببتدي اضيف باقي المكونات.
بعد شوية. اوكي جاهز عندي انا الحين، البهارات خلاص رحتها، وابتدي الحين خلينا المقادير كلها، هاي خلصينا خلاص، والبهارات بعد خلاص. واتفقد عندي الكلية اللي صار عليها، مجرد بس ما تغير لونها انا برفعها وبخفف النار عليها، بس تعطيني طعم الشواء. دائما الكلية وحتى الكبد القلوب ما تحتاج طبخ كثير، يعني كل الحنسة مجرد 15 دقيقة، إذا طبخت زيادة عن اللزوم على طول بتبسش وما بتعطيك الطعم اللي تبينه. أنا هنا قاعدة أستخدم الكلية في الوصفة، ممكن تستبدلينها بالكبد، ممكن تستبدلينها بالقلوب، ممكن حتى قطع اللحم الصغيرة، وممكن حتى بعد اللحم المفروم الطازج. الريحة روعة هني، قاعدة تقدرون تشوفون فعلا الريحة مشهية. بضيف الحين شوي شوي الطماطم والكزبرة، ممكن تستبدلين الكزبرة بأي عشب طازج تحبين، ممكن الريحان، ممكن النعناع اللي يحب الطعم القوي،